اول رئيس نادي ينضرب قنابل على بيته، اول رئيس نادي الاعلام يقطعه، تلفزيون وصحافه، اول رئيس نادي يتشتم امه، اول رئيس نادي يشوف هذا الظلم. موسم صعب يا سياده المستشار. لا ثانيه هكمل لك كلامي من فضلك، كمل لك كلامي. انا خدت قرار ان انا ما اكملش في مجلس الاداره في الظروف دي، لما انضرب عليا نار، بس انا راجل ما بخافش، كملت. وكملت ورجعت الفرحه لملايين الزملكاويه. عملت نادي محترم، مش هقول لك بقى زي الصيد ولا الجزيره الاهلي، بقى يفوق الانديه الاوروبيه، مش انا اللي بقول، سفراء الدول الاوروبيه لما جم شافوا ده نادي محترم. رجعت اليد والسله تاني لمجدهم والطايره. الدرع رجع اهو. بدايه الموسم بتاعي خدنا الكاس بمجلس اداره محترم، ونهايه الموسم خدنا الدوري. النهارده يعني اسمحوا لي اعضاء جمعيه عموميه وجماهير الزمالك، نمره واحد قرارات الشطب اللي احنا عملناها لناس عرقلتنا واشتكتني للامم المتحده وقالوا عليا عنصري. انا بستاذن مجلس ادارتي انه نلغي قرار الشطب بممدوح عباس وهاني شكري ورؤوف جاسر ويرجعوا النادي من النهارده. نمره واحد، ده رقم واحد. رقم اتنين، بدعو احمد سليمان ومصطفى عبد الخالق اللي استقالوا يرجعوا مجلسهم تاني. نمره ثلاثه، احنا عندنا مجلس اداره بكره ان شاء الله طارئ باذن الله. وانا بقول الكلام ده وانا طبعا عاشق للزمالك وعاشق لبلدي. انا اول مره اشوف حضرتك متاثر كده يا سياده جدا جدا. انا يعني اسمح لي اقول لك، انا حاسس ان في دموع في عين المستشار مرتضى منصور جدا جدا. وانا بحييك على كل هذه القرارات. بص يا بيه، انا بعتذر، مش هقدر اكمل الجمعيه العموميه، وبكره هنعمل اجتماع لانتخاب رئيس جديد. بشكركم. لا يا سياده المستشار، وانت لسه مكمل معانا كل هذه القرارات. لازم تحس جماهير نادي الزمالك كلها بتلعب. معلش انت لسه معانا على الهواء، لسه معانا مستشار. الناس حاسه بيك برضه، الناس حاسه بيك. كل اللي عندك انت لسه ما خلصتش كلامك. لا خلاص. انا بشكر اعضاء الدعوه اللي انت دعيتها للناس اللي ذكرت اسمائها دي، وبقول لاي حد كان زعلان مني انا اسف، ما تزعلش. انا تحملت فوق تخطيط البشر. بقى تاني تحملت فوق البشر. انا بقول بعتذر لكل اعضاء جمعيه انتخبوني. بكره هعمل اجتماع طارئ الساعه 4 في النادي عشان نفتح باب الترشيح لرئيس جديد، وربنا ان شاء الله. طب الرساله دي ايه؟ الرساله دي مصر الان في اوج. ايه الاسباب اللي ادت انا بص، القرار ده انا واخده اسرتي من 3 4 اشهر لما انضرب على بيتي نار، انضرب عليا ميه نار، لكن انا واسرتي رجاله كلنا قلت هكمل لغايه ما افرح الجماهير. فرحت ملايين الزملكاويه، بقول لهم انا سايب لكم نادي محترم، فريق محترم. انا جبت محمد سالم وشريف علاء وكهربا وابراهيم عبد الخالق، خلص رفعت ومحمد عادل جمعه. الحمد لله. فريق محمد جمال، فريق اليد جبنا احسن لعيبه كانت موجوده، رجعتهم. في فريق السله رجعت المنتخب تاني. بقول تاني، يكفيني ان رجعت البسمه لملايين الزملكاويه في الوقت اللي انا كنت كل يوم وزير الداخليه عامل لي حراسه قدام بيتي بعد ما، واشكره طبعا، بعد ما انضرب نار على بيتي كذا مره. وللاسف اللي كان بيضرب نار بعض المنتسبين زور لنادي الزمالك. الحمد لله بشكر رؤساء انديه مصر كلهم اللي انتخبوني دورتين ورا بعض رئيس لجنه الانديه. بشكر الاتحاد، بشكر السيد ولي الشباب والسيد رئيس الوزراء المحترم جدا جدا. وانا مواطن مصري في النهايه. انت فتحت صفحه جديده مع الجميع، الصفحه الجديده بالروح الجديده، وانت رجل يعشق هذا الوطن وتدرك أن مصر وافتتاح قناة السويس الجديدة تعيش فرحة كبيرة. بالتأكيد الجميع يأمل أن الأهلي والزمالك المسؤولين يكونوا إيد واحدة. يا أستاذ الفاضل، هم بقى رئيس النادي الجديد يعمل صفحة جديدة. بكرة إن شاء الله بقول لك اجتماع طارئ لمجلس الإدارة عشان الاستقالة بتاعتي، وسأفتح باب الترشيح لرئيس نادي الزمالك بعد 45 يوم إن شاء الله. وأنا بشكر الجماهير اللي اختلف معايا واللي اتفق معايا. بشكر معالي وزير الشباب والرياضة في حديث مع صدى البلد اكد ان خلال ايام قليله في مبادره. انا ما عنديش مشكله مع الاهلي يا بيه تاني، انا ما عنديش مشكله مع النادي الاهلي ولا جماهير النادي الاهلي، ما عنديش مشكله، ولا مجلس اداره النادي الاهلي. انا راجل كنت واخد قرار. انا لما رجعت 2014 كنت راجع عشان اثبت للناس ان اللي اتعمل مؤامره على مرتضى منصور لا على نادي الزمالك مش عليا، واخروا نادي الزمالك 100 سنه. يكفيني حاجه واحده، بقول لك رجعت البسمه الملايين الزملكاويه في مصر والعالم العربي. واقول تاني
بعتزل اعضاء الجمعيه العموميه اللي واثقوا فيا واي هيكون حد. قرارك ايه لو الجمعيه العموميه تمسكت بالمشروع لا مرتضى انا ده قراري انا واسرتي، ده سياده قراري. المستشار الف مبروك الفوز. هتستمر يا فندم؟ جمال كان عايز بيقول لحضرتك حاجه. اتفضل يا اسلام. اتفضل يا ده اسلام. كان لقائنا مع المستشار مرتضى منصور اللي يلا وليد لا مش